النهاردة مش هكلمك على تلبس الجان ولا هكلمك عن وسوسة الشيطان. احنا رايحين لمستوى اعلى بكتير يا صديقي. هو ابليس ممكن يظهر بنفسه على هيئة بشر، وجنود ابليس من الجن يقدروا يمشوا في وسطنا. بمعنى اوضح، ممكن يكونوا حوالينا في كواليس الاعلام او حتى في قصور الحكام او فوق مسارح الترند والضلال العام. اهلا بيك في سلسلة هندسة الفوضى. معاك درويش الفاتح. هفتح لك باب العقل الناصح وهرسم لك طريق للحق واضح. يا صاحبي، الدنيا دي فيها خبايا وأسرار كتير وحكايات ليها تأثير خطير، تسم البدن وتخلي الشعر يطير. النهاردة هنفتح صفحة من أخطر الصفحات وهنتخيل سوا اللي ممكن يحصل وإحنا في غفلة وسهوات. ركز معايا كويس واسمع الكلام ده بعقل وإنصات. تخيل عينك فجأة تبص عليه، حقيقة مفيهاش شك يخبيه. ده إبليس بذاته وبلاويه، نظره في نظرك سم دب فيه، وهمسه في ودنك سم بيجري ويشفيه. بيساومك على قلبك وعقلك عليه. مستحيل؟ هات مخك وتعالى. كتير من الناس فاكرين إن إبليس مش أكتر من خيال عابر أو وسواس في لحظة ضعف حاضر، لكن خليني أصدمك بالواقع. لما حضر إبليس الظلام ساد، أصله بيهمس بالخداع وبيغري بالضياع. وأخبار السنة الأكيدة وحكايتها المجيدة بتأكد كلامه مع الخلق حقيقة فريدة. هنتطرق لبعض الآيات والأحاديث تأكد كل الكلام ده، بس الأدهى بعض الروايات هي ضعيفة مش أكيدة، لكن ذكرت إن إبليس كان ليه دور كبير لدعم طغاة زي النمرود. بس في سؤال، ليه النمرود تحديدا؟ هقولك يا صديقي، لأنه كان حاكم جبار بإيده السلطة والقرار، كلمته سيف بطار بيضل العقول ليل نهار. إبليس مش بيضيع وقته مع أي حد، هو بيركز على رؤوس القرار اللي ليهم تأثير وانتشار وكلامهم سم في عسل مختار. وده منطق شيطاني جدا. لو عايز النور يطفي، عينك عن اللمبة تخفي ودور بتركيز صافي على اللي في ايده المفتاح الخافي. وندخل دغري في الأحاديث الأكيدة اللي ما فيهاش ولا كلمة بعيدة. في غزوة بدر إبليس ظهر لقريش في صورة سراقة بن مالك وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس. بس الأول، انت عارف هو مين سراقة بن مالك؟ ده كان أحد القادة في جيش قريش. انت واخد بالك هو بيظهر على هيئة مين؟ ده مش شخص عادي، ده شيطان لابس دور زعيم ورا نية وسيناريو لعين. خلي بالك يا فهيم، ده مش وسواس أثيم، ده تجسد كامل وقديم وحوار مباشر وتقويم. وكان هدف إبليس يغرس في قلوب الكفار ثقة مزيفة وتدليس عشان يمشوا وراه في طريق خسيس. وساعتها قال لهم زي ما قلت لك: لا غالب لكم اليوم من الناس. بيحاول يوصل لهم ان محدش يقدر يهزمهم وانهم يقدروا ينتصروا بكل سهولة على المسلمين. بس لما شاف الملائكة قال: اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله. وبعد كده طلع يجري. يعني نفهم من كده ان ابليس والشياطين عندهم قدرة بالفعل ان هم يتجسدوا على صورة بشر ويتعاملوا مع الناس بشكل واقعي. قصدي واضح وصريح. في لحظة للتاريخ إبليس للبشر بان وظهر مليح. ده أمر مفهوش تزييف ولا تلويح. طب فكر فيها كده، إبليس مش لازم يظهر لك بقرون أو بشكل مرعب. ممكن يكون شيك ولابس، أو شيخ وللشر عاكس، أو محتوى في بوست أو فيديو ليك كابس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني هو ملازمك دايما وقريب منك قوي ومش بعيد يتجسد ويدخل في مشهد حياتك. ربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. خد بالك كده وركز في الجزئية دي. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. الآية مش بتقول شياطين الإنس والجن بيحبوا في بعض، يوحي بعضهم إلى بعض. يعني في تواصل وفي تفاهم. التواصل ده مش لعب عيال، ده تواصل بأفعال وأقوال، وليه غرض مفهوش جدال، وليه خطة بتوجه الأحوال.
ومعلش يعني أكيد التواصل ده مش هيكون عشوائي زي ما قلت لك، بيتم اختيار الناس دي بعناية. أصل هو مش بيركز على الصغيرين، عينه دايما على اللي يضلوا ملايين. وربنا قال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. يعني في علاقة استغلال واستمتاع متبادل بين الإنس والجن، كل طرف بيخدم مصالح التاني وكل واحد بيستخدم التاني في تحقيق أهدافه، وإحنا في الخطة ضحايا وكل ده وإحنا في غفلة وخبايا. ربنا قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. خلاصة الآية: الجن بيتكلم بالحجة واللين، يركب شبهة تهز اليقين ويحرك قلوب في ناس غافلين ويزرع فتنة بين المؤمنين ويبعدهم عن الحق المبين. تعال بقى على أحاديث تانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان. يعني النبي نفسه كان هيحبس جني في المسجد قدام الصحابة كلهم. وعن أبي كعب رضي الله عنه كان ليه زي طبق فيه تمر ولقاه بينقص، فاستغرب كل ما يعدي يلاقيه بينقص، فقرر انه يحرس الطبق من بعيد. فشاف كائن شبه الغلام وغريب فسأله: انت جن ولا إنس؟ قال له: أنا جني، وعلمه إن آية الكرسي بتحمي من الجن. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصة قال: صدق الخبيث، يعني أقر إن اللي حصل ده كان حقيقة وكان فعلا جني. وكده أنا أثبتت لك من القرآن والسنة إن إبليس ممكن يظهر بالفعل لناس محددة، لكن أنا كدرويش بحب دايما أخش من كل المداخل. فيلا بينا نخش من ناحية العلم المعاصر. بس قبل ما نخش أحب أقول لك حاجة: أساس أي علم هو القرآن والسنة، وأنا بتطرق لباب العلم المعاصر عشان ما بحبش أسيب باب إلا ولما أدخل لك منه. خلاصة بحث طويل أنا عملته وبصراحة يطول جدا شرحه، فهقول لك الزتونة. العلم الحديث دلوقتي أصبح معترف إن في كائنات تانية معانا وإحنا مش مدركين ليها، وكل ده بتجارب عملية، ودي مؤسسات عالمية كبيرة. وما اكتفتش بكده، أنا جبت لك أقوال من كبار العلماء من الشرق والغرب، بس أنا مش هطول الشرح عليك وهسيب لك كل المصادر في الديسكريبشن تحت على اليوتيوب. بس انت لو عاوزني اتكلم في الموضوع ده من ناحية العلم المعاصر باستفاضة اكتب لي تحت في الكومنتات وانا هلبي النداء. يعني باختصار، إبليس مش خرافة وخيال، ده كيان حقيقي وله أفعال بيختار اللي عنده للفساد مجال. ظهر لقريش أهل الضلال وكمان للنمرود اللي بطشه طال، فأكيد ظهر لغيرهم على نفس المنوال. وعاوزك يا صديقي تربط كل الكلام ده بالنظام العالمي والواقع اللي احنا عايشين فيه، وأظنها وصلت. وزي ما بقولك دايما، لو مخك نور خلي غيرك ينور، وأهو كلام يعقل. كان معاك الفاتح، فتحت لك باب العقل، الدور عليك تفتحه لحد تاني.